ما تتعشمش وترجع تزعل. بطل الحدوتة النهاردة واحد صاحبنا اسمه فادي. فادي كان شاب جميل جدا وصاحب صاحبه زي ما الكتاب بيقول. مفيش حد بيحتاجه غير لما دايما بيلاقي فادي موجود جنبه. مفيش في مرة حد خبط على بابه غير لما فعلا فادي ساعده وقدم له كل اللي في ايده ويمكن اكتر. حتى في عز احتياجه ممكن كان يقدم الحاجة اللي موجودة عنده بكل حب وبكل رضا، من غير ما يكون مستني المقابل من حد أو إنه يكون مستني مقابل الحاجة اللي هو بيقدمها. لكن دايما كان بيستغرب إنه حتى لما بيجي يحتاج الناس وقت المشكلة يكون بيمر بيها أو لما يكون محتاج إن حد يقف جنبه محدش بيكون موجود جنبه، لدرجة إن في مرة وقع في مشكلة كبيرة جدا وكان محتاج إن حد يقف جنبه. ساعتها دور في كل علاقاته وخبط على باب كل يعرفهم لكن من غير نتيجة. محدش ساعده ومحدش وقف جنبه. وقتها فادي صابه الإحباط وزعل جدا وبدأ يلوم نفسه ويفكر هو ليه دايما كان بيساعد كل الناس لكن وقت محتاج إن حد يكون جنبه ملقاش حد جنبه. وفضل بحالة الاكتئاب دي لحد ما في مرة قعد مع شخص كبير في السن وساعتها حكاله كل اللي هو بيمر بيه والأحاسيس اللي هو حاسس بيها جواه. وساعتها الشخص ده قال له حاجة مهمة جدا، قال له يا صديقي عشمك في الناس كل ما كان زيادة كأنك بتبني بيت على الرمل، مع أول شوية ريح هيجوا بياخد البيت ويقع، لكن علشان عشمك ده يبقى بيت صلب وبيت حقيقي تقدر تعتمد عليه لازم يكون مبني على الصخر. والصخر هنا هو المقصود بيه عشمك في ربنا وكمان إنك تكون بتعتمد على نفسك. مش غلط إن احنا نكون بنساعد غيرنا، ومش غلط إن إحنا كمان نكون متعشمين إن غيرنا يكون بيبادلنا نفس المشاعر الحلوة، لكن الغلط لما يكون عشمنا ده زايد عن حده للمرحلة اللي تخلينا نصاب بالإحباط وقت ما نلاقي غيرنا مش موجود جنبنا وقت مشكلتنا. لأن باختصار كل واحد فينا عنده متاعبه وعنده مشاكله وعنده مشاغله وعنده ظروفه اللي يمر بيها ويمكن إحنا ما نكونش عارفينها. لكن الباب اللي دايما هتلاقيه مفتوح قدامك ومستنيك في أي وقت تكون أنت تعبان ومحتاج فيه إنك تلاقي حد جنبك هو باب ربنا. باب ربنا اللي مستحيل إنه يتقفل في أي لحظة قدامك. قدم دايما الحب لكل الناس حواليك من غير انتظار مقابل، لكن في نفس الوقت ما تنساش انك تقدم الحب ده لنفسك. وما تقلقش، مفيش حاجة عند ربنا بتضيع ومفيش حاجة حلوة انت عملتها في يوم من الايام لأي حد هتروح. بالعكس، كل حاجة متشال عند ربنا، وزي ما انت سندت غيرك وقت ضعفه هتلاقي ايد ربنا هي اللي بتسندك وقت ضعفك وبتكمل كل حاجة ناقصة فيك وفي حياتك علشان توصل في الآخر أنت لبر الأمان. حب الخير للكل وقدم الخير للكل وما تستناش عليه مقابل، لكن استنى دايما أن يكون رد الجميل من ربنا، لأن حتى الناس ممكن ينسوا في وقت من الأوقات أي موقف حلو أنت تكون قدمته علشانهم، لكن صدقني عمر ما ربنا هينسالك أي حاجة حلوة أنت عملتها لحد في يوم من الأيام. ومش معنى إن الناس خذلتك في يوم إن ربنا كمان هيخذلك، لأ، اطمن. اطمن لأن ربنا هو اللي قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فاطمن وما تقلقش، لكن فكر دلوقتي، ناوي تخلي عشمك يبقى مبني على الرمل ولا مبني فعلا على الصخر؟ ويكون ربنا ثم نفسك. ونتقابل على خير الحلقة الجاية.